ذا اندرتيكر، ستون كولد، ستيف اوستن، ميك فولي، سموا جو، توماس تشامبا، ريكوشيري، ميستيريو، ري فينيكس، هانجمان ادم بيج، ادم كول، سي ام بانك، ناكامورا، درو ماكنتاير، كود رودز، والتر، شيماس، سامي زين، جون ميرسون، اف تي ار، موتور سيتي ماشين، ايدي جنجستون، داربي الن، مصطفى علي، دولف زيجلر، جيف هاردي، مستر بيرفكت، ستينج، ايليا دراجانوف، كاراميريو هيز، كوفي كينجستون، الواد الجامد اللي معرفش اسمه ده، راندي اورتين، دراجون لي، جي دي ماكدونالد، كريستيان، كوتا ايبوشي، شيلتون بنجامين، جاي وايت، اندرادي، فينتا، احيل، القايمه كده مش هتخلص. من الاخر كده كل الاسماء اللي ذكرتها وغيرهم مؤدين جامدين جدا ومفيش خلاف عليهم، ولكن للاسف هم ما دخلوش معانا في القايمه لان التنسيق عالي شويه، مش باخد حد اداء اقل من 9 من 10. وعارف والله اني ظلمت ناس كتير، بعضهم اللي هيكون في القايمه مستقبلا باذن الله زي ايليا دراجانوف وداربي الن وكاراميليو هيز والواد الجامد جدا ده، وبعضهم بقى اللي متهمش واللي بنشوفه منه مش ربع امكانياته زي جيدي ماكدونالد مثلا، وبعضهم اللي فايتني كتير وما شفتش لهم ماتشات زي ادم كول وجاي وايت وكوتا ايبوشي ومستر بيرفكت. معلش بقى انا محبوس حبسه سودا في الدبليو دبليو اي وبحاول اخرج واخد نفسي، وخرجت بالفعل وشفت عظمه بجد، ومعنا بعض منها النهارده. وفي المركز العاشر هيكون معانا 10 مصارعين بتقييم 9 من 10، والمركز التاسع هيكون معانا 7 مصارعين بتقييم 9.5 من 10، وباقي المراكز بتقييم 10 من 10، وكل مركز في مصارع واحد، والترتيب ده من وجهه نظري ما عدا التوب 5 غالبا محدش هيختلف معايا عليهم. ونبدا كده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش اللايك وتاكد انك مشترك ومفعل الجرس، فاضل على الألف تكة، ويلا بينا نبتدي. المركز العاشر بتقييم 9 من 10، واللي هيشارك فيه 10 مصارعين، ومفيش ترتيب هنا بس انا هرقمهم علشان نعرف احنا فين. واولهم واحد من اكتر المصارعين الاندر ريتد في تاريخ المصارعه، تشاد جيبل، مصارع جامد جدا ومش واخد حقه رغم انه من اقوى المصارعين فنيا في العالم، وعنده خلفيه مصارعه اولمبيه، بيتحرك في الحلبه بسلاسه رهيبه، يقدر يخلي اي خصم قدامه يبان قوي. ده بالنسبه لي فنيا ممكن اقارنه بدانيال براين وكيرت انجل والناس دي، ورغم انه جسمه صغير بس هو قوي جدا على الحلبه، بيبهرني لما يشيل مصارعين تقال زي برون سترومان واوتس مثلا، وبيعمل للواحد فيهم سوبلكس حرفيا بحس ان ظهره هينقطم نصين. تشاد جيبل حرفيا مصارع متكامل وناقصه بس فرصه، ولكن للاسف الدبليو دبليو عايزه تنجحك هتنجحك، عايزه تدفنك بسهوله هتعمل كده. تاني مصارع معانا وبرضه مظلوم زيه كيفن اوينز. يا سلام على كيفن اوينز وحلاوه كيفن اوينز، الواد بيعمل حاجات محدش يستوعبها بالجسم بتاعه ده. كيفن اوينز يا جدعان اداؤه متنوع جدا، يعني ممكن يقدم لك ماتش قوي وغشيم، او سريع وحركات كتير، او فن وتكنيكي، عنده مرونه جامده جدا وواقعي سواء على الحلبة او المايك، ويعرف يخلي لك الخصم اللي قدامه يبان قوي. وبلا شك ده واحد من افضل المصارعين السنه دي. فتره كودي رودز باللقب حرفيا تتلخص في عداوته مع كيفن اوينز، وبعد الماتش الجامد اللي عملوه كيفن اوينز اتصاب اصابه خطيره في الرقبه، قام عمل لك كمان ماتش عالمي ضد سامي زين وهو مصاب. كيفن اوينز من المصارعين اللي بيضحوا بجسمهم علشان يمتعوك. تالت مصارع معانا فين بالور. الظاهر ان المركز ده مليء بالمصارعين الاندر ريتد. فين بالور يا رجاله عنده اسلوب فني سريع ويمتعك بلعبه، وبيعرف يجاري اي ستايل زي مثلا سينا او رولينز، ستايلات مختلفه هحط لهم فين بالور هتعمل ماتش جامد. عنده خلفيه قويه من اليابان والانكس تي، وده اللي بيخليه مختلف عن غيره، يقدر يعمل لك هاي فلاينج وفي نفس الوقت يقدم لك جرابلينج محترف، وفكك بقى من اللي بتشوفه منه دلوقتي علشان حرفيا ده مش نص امكانياته. ورابع مصارع معانا الاسطوره اوين هارت، واحد من المصارعين المظلومين برضه، ومش هكدب عليك واقول لك شفت له ماتشات، ولكن كفايه بس سمعته اللي سابقاه. مشهور جدا بالتكنيك العالي، واللي خلاه ما يوصلش لقمه شهرته هي وفاته سنه 1999 وما خدش بطولات كتير، ولكن الكل اجمع انه واحد من افضل المصارعين في كل العصور. خامس مصارع معانا والغير متوقع بالمره مونتس فورد. مونتس فورد يا جدعان ما يستاهلش بجد اللي هو فيه ده، مصارع عنده لياقه خارقه، نادرا جدا لما تلاقي مصارع عنده تحكم في جسمه بالطريقه دي، بيعمل حركات صعبه جدا ويطير وينزل بدقه وجمدان محدش غيره بيعرف يعمل كده، عمرك ما تمل من اي ماتش ليه. وبجد بقى نفسي اشوفه فردي لانه هيتطور اكتر واكتر، وبالاخص لو راح الاي اي دبليو. والمصارع رقم 6 معانا سيزارو. سيزارو من المصارعين اللي بيجمعوا بين القوه والتكنيك العالي جدا في نفس الوقت، يقدم لك اي نوع مباراه تكنيكيه عنيفه كلاسيكي، دايما بيخلي الخصم اللي قدامه يبان بشكل رائع لانه مصارع عبقري وعنده قوه غير طبيعيه، ويرفع مصارعين بحجم بيك شو وكالي كانه شايل طفل حرفيا، وبيعمل كل ده بسهوله وثبات من غير ما يفقد توازنه. انا بس عندي مشكله معاه، انت عبيط يا اسطى؟ يعني انت تدوخ المصارع وتلف بيه وتدوخنا احنا كمان معاك، وبعد ما تعمل كل ده ولا كانك عملت حاجه؟ يا عم تهز حتى، لا حول ولا قوه الا بالله. سابع مصارع معانا وعن استحقاق جدا جوني جرجانو، مصارع مميز جدا عنده تكنيك ممتاز، واللي بيميزه اكتر السرد القصصي، بجد من المصارعين المظلومين جدا بسبب حجمه الصغير ده، ولكن ناس كتير بتعتبره افضل مؤدي في تاريخ الانكستي.
وتامن مصارع معانا جون موكسلي، المصارع الاكثر عنفا في العصر الحديث. لما تشوفه تحس انك بتتفرج على عركه بجد. مصارع واقعي جدا، كل ضربه ليه كانها بجد، ورغم انه اسلوبه عنيف بس يقدر يقدم لك ماتشات كلاسيكيه لما يكون خصم تكنيكي. بس يا رجاله انا بحب اداؤه كفيس افضل. بحب موكس عموما الفيس سواء على المايك او الحلبه. بحب دين امبروز المجنون اللي شبه ستون كولد ستيف اوستن. وجون موكسلي طبعا تاني افضل مصارع هارد كور في التاريخ. انه يجيب دم دي اسهل حاجه بيعرف يعملها وبيحب يعملها، ما تفهمش ازاي. المصارع الاخير معانا في المركز العاشر، وبصراحه كنت متردد احطه هنا، بس ازاي برضو يا عمي؟ ده ايدج. اسلوبه هجومي، لا هو هاي فلاير ولا باور ريسلر، لكنه بيعتمد على الذكاء. وطبعا السيلينج بتاعه جامد جدا، وبيقدر يجاري اي مصارع قدامه. يعني تقني زي سيس رولينز، عنيف زي ميك فولي، سريع زي فين بالور، يعرف يحمس الجماهير باي حركه يعملها. وده اللي خلاني احطه هنا. السرد القصصي، ايدج كل حركه بيعملها لها معنى، بتحكي قصه. وبجد هنا بالذات محتاج اعرف رايكم، لان ما كنتش هحط ايدج بصراحه. فهل كان يستحق ولا جيف هاردي كان اولى؟ عاشر مصارع معانا روب فان دام، المصارع اللي كان بيخترع لك الحركات. والله زي ما بقولك كده، كان بيعمل حركات عمرنا ما شفناها قبل كده في الدبليو دبليو اي. مشكلته بس في السرد القصصي، عنده مرونه مش طبيعيه. يقدم لك هاي فلاينج عادي جدا، ويقدم لك فنون قتاليه وحاجه مختلفه جدا. فروب فان دام يستحق جدا يكون في المركز ده. وبس كده خلصنا المركز العاشر. يلا بينا على المركز التاسع بتقييم 9.5 من 10، واللي هيشارك فيه 7 مصارعين. كريس جيركو، واحد من اكتر المصارعين تكاملا وتطورا عبر الزمن. بدأ باسلوب سريع وتقني جدا في التسعينات زي جونو جرجانو وسيس رولينز حاليا، وبعدين تطور وبقى بيعتمد اكتر على الذكاء والتكنيك الفني العالي. عنده تنفيذ دقيق جدا لاي حركه بيعملها، وبرضه بيقدر يخلي اي خصم قدامه يبان قوي. وما تبصش ليه دلوقتي، راجل كبير يا جدعان، في ايه؟ هو المفروض يعتزل بقى، كفايه عليه كده. بس هو زمان كان عالمي بصراحه، عنده تنوع كبير جدا، بيجمع بين التكنيك والسرد والكاريزما. وللاسف اتظلم كتير جدا في الدبليو دبليو اي. تاني مصارع معانا الاسطوره سيس رولينز. ايوه اسطوره طبعا، ومش هتعترف بكده غير لما يعتزل. سيس رولينز اسلوبه مستوحى من اليابان والمكسيك والامريكي، فبقى عنده خلطه فريده جدا. واكتر حاجه بتميزه السرعه والمرونه وتحركاته المحسوبه بالملي. ده واحد من افضل المصارعين التكنيكال في تاريخ المصارعه. يقدر يبدل بين اسلوب الهاي فلاينج والجرابلينج والسترونج ستايل. ويا سلام بقى، يا سلام بقى عليه في استلام الحركات كده. يعني السبير عندك هنا يستلمها بدقه وجمدان. بصراحه من افضل الناس اللي بشوفها بتعمل كده. فسيس رولينز سواء بتحبه او لا، بس يا معلم اداؤه على الحلبة لازم يبهرك. تالت مصارع معانا الاسطوره ريك فلير، يعني المدرسه الكلاسيكيه، يعني النفس الطويل. ريك فلير يلعب لك ماتش ساعه كامله بدقه عاليه جدا. واحد من ملوك السيلينج، واكتر حاجه بتميزه هي السرد القصصي. بس مشكلته الوحيده تقريبا انه ما عندوش حركات كتير، ولكن برغم من كده ما نقدرش ننكر انه واحد من افضل المؤديين في تاريخ المصارعه. رابع مصارع معانا تاناهاشي، اللي غالبا كان السبب الرئيسي في اعاده احياء الان جي بي دبليو بعد ما كانت على وشك الانهيار في منتصف الالفينات. ما شفتلوش كتير بصراحة، بس يا جدعان الواد ده جامد. واهم نقطة بتميزه السرد القصصي والتحكم في الايقاع. اي ماتش يدخله يعرف امتى يسرع الايقاع وامتى يبطئه. عنده تكنيك نضيف جدا، كل حركة بتنفيذ وبدقة عالية. وعنده حضور جامد جدا في الحلبة، الحاجة اللي خلت مصارعين ينجحوا اصلا. وخامس مصارع معانا هو راندي سافيج، اللي برضه ما شفتلوش كتير، ولكن بلا شك ده واحد من افضل المؤديين عبر التاريخ. واحد من اكتر المصارعين حرصا على اعداد كل تفصيلة في الماتش. كان بيكتب ويجهز تسلسل الحركات بالثواني تقريبا، والنتيجة مباريات منظمة جدا، مش عشوائي ولا ارتجالي. وحركاته كان فارت مناعم وسلس كده، ويقدر يخلي اي خصم يبان بشكل جامد سواء تقني او باور ريسلر. وعنده سيلينج خرافي، بس مش تقني قوي، واحيانا كان بيبالغ شوية في التمثيل. ولكن رغم كده هو اول من جعل الاداء داخل الحلبة قصة فنية متكاملة. سادس مصارع معانا هو كريس بنوال، ويا سلام على التقنيه والواقعيه. كان بيخلي اي ماتش يبان واقعي، تحسه فعلا نزال بدني حقيقي مش مجرد تمثيل. وده واحد من افضل التكنيكال في تاريخ المصارعه، دقيق جدا، كل حركه عنده محسوبه ومؤثره، ومتاثر جدا باسلوب اليابان، وعبقري في السيلينج. يا جدعان كريس بنوال جامد. والمصارع الاخير معانا في المركز التاسع هو ايدي جاريرو، مصارع متكامل جدا. اسلوب مكسيكي اوكي، امريكي تمام، ياباني قشطه، اكشن، دراما، كوميديا، يا عم اللي انت عايزه هتلاقيه. عنده قدره هايله على التحكم في ايقاع اي ماتش. يقدر يعمل لك ماتش تقني او هاي فلاينج او قتال نفسي، بيديلك الاسلوب اللي يعجبك على حسب خصمه. وعبقري جدا في السرد القصصي داخل الحلبه، بيعيش مع الجماهير في كل لحظه. وعنده حضور وكاريزما خرافيه، وممتاز جدا في السيلينج. يا عم انت عايز ايه تاني؟
قدامك مصارع متكامل، ولكن للاسف الاصابات الكتير والمنشطات دمرته. قصة ايدي جاريرو من القصص المأساوية جدا في عالم المصارعة. وبس، وبكده نكون خلصنا المركز التاسع وباقي المراكز بتقييم 10 من 10، وكل مصارع ليه مركزه، والترتيب هيكون من وجهة نظري، بس مش هيفرق قوي الترتيب لان تقييمهم كلهم 10 من 10، ولكن التوب 3 بس هم اللي هيفرقوا. ويلا بينا بقى على رقم 8. اوكادا، مش الموظف اوكادا ده، لان شفت كتير من مشجعين الاي اي دبليو بينتقدوا اداء اوكادا اخر فتره، بس الشخصيه هي اللي عايزاه كده. ولكن اداء اوكادا عموما عالمي، مبارياته الخمس والست والسبع نجوم بتتكلم عنه. ورغم اني مش بتابع قوي الاي اي دبليو ومش بتابع اليابان خالص، بس اوكادا لما تشوف له ماتش واحد خلاص كده انت قدامك واحد من اعظم المؤديين في تاريخ المصارعه. الراجل من 2012 لغايه دلوقتي اداؤه ثابت وفي تطور كمان، بيعرف يتحكم في الايقاع زي راندي اورتن، عنده حركات دقيقه زي بريت هارت، وهيبه كده زي جون سينا، وسرد قصصي زي اوكادا نفسه لانه حرفيا مفيش زيه في الحته دي. وبس، اوكادا كان لازم يكون معانا وياخد 10 من 10 مستريح. ويلا بينا على رقم 7. كيني اوميجا وتربني باداء كيني اوميجا، باسلوب كيني اوميجا الياباني، بتكنيك اوميجا ده، حتى الهاي فلاينج ده الراجل ما خلاش، عنده حركات معقده وحركات استثنائيه وبنفذها بدقه عاليه يا جدعان. ده لو يغلط ربع غلطه في الفينش بتاعه هينهي مسيره الخصم اللي قدامه حرفيا. وعنده سرعه ولياقه بدنيه عاليه، ويلعب لك ماتش ساعه كامله وما يجليش، يعرف يظهر اللي قدامه بشكل قوي. وانا للاسف ما شفتلهوش كتير، بس برضه اللي شفتهوله كفايه. ويلا بينا على رقم 6. الفينامينال اي جي ستايلز ده بقى مش طبيعي، مش مجرد مصارع سريع واستعراضي، لا هو عنده ذكاء فني عالي جدا، بيعرف امتى يغير الايقاع، امتى يدي الخصم اللي قدامه وقت. اسلوبه متنوع جدا، بدأ باسلوب الهاي فلاينج في التي ان اي، وبعدين غير اسلوبه في الدبليو دبليو اي والان جي بي دبليو. وبمناسبة اتحاد اليابان فدي النسخة المفضلة ليا. اي جي ستايلز هناك قدم شوية ماتشات عظمه. وايجي ستايلز يا جدعان مش ابن امبارح، الراجل لف الاتحادات كلها، عمل ماتشات جامده جدا. ستايلز استثنائي فعلا، مش مجرد لقب وخلاص، هو الوحيد اللي راح الاتحادات كلها ونجح فيها. اللي قدامك ده اعظم مصارع في تاريخ التي ان اي، وحركاته كلها غريبه ومتنوعه مختلفه ما شفتهاش غير منه. فينيشاته جميله بصريا وممتعه وفي نفس الوقت مقنعه جدا، ودي حاجه نادره لما تشوفها. وبيعرف يتماشى مع اي اسلوب، يعني حطه قدام جون سينا يقدم لك عظمه، حطه قدام سيس رولينز عظمه. والاصبر طلع يتكلم وقال انه نفسه يلعب قدام ستايلز، وده بالنسبه له ماتش احلامه حرفيا. ولكن للاسف ايجي ستايلز خلاص كلها سنه وهيعتزل من غير ما ياخد حقه، هيعتزل وهو مصارع متقاعد. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل، شركه وسخه فعلا. ويلا بينا على الرقم 5. دانيال براين، واحد من افضل مصارعين التكنيكال في تاريخ المصارعه، ده غير التقنيه النقيه اللي عنده، بيعرف ينقل لك الحركه لصالحه بطريقه سلسه جدا، واسلوبه بيعتمد على الدقه الواقعيه اكتر من الاستعراض. يلعب لك اي ماتش عادي، تقني موجود، دموي وهارد كور موجود، درامي وعاطفي موجود، ماتشات سريعه وخفيفه برضه موجود، مفيش نمط ما بيعرفش يبدع فيه. اي ماتش يدخله بيحكي قصه، لو خصمه مش قوي يعرف يطلع لك منه افضل اداء. عنده سيلينج خرافي، ومن بداياته في الار او اتش لحد دلوقتي وهو ما بيجليش، واقعي جدا في الحلبه، تحسه بكل ضربه. دانيال براين مبدع، عنده خبره كبيره، وانا مش عارف ازاي الدبليو دبليو يستغنوا عنه. ولكن للاسف الدبليو دبليو حاليا بتدور على الرأس والعبط. ما علينا، المهم ان دانيال براين واحد من افضل المؤديين في تاريخ المصارعه، واداؤه ياخد 10 من 10 مستريح. ويلا بينا على رقم 4. كيرت انجل، ده مش مصارع جاي من خلفيه ترفيهيه، لا بطل اولمبي حقيقي، فاز بالميداليه الذهبيه سنه 1996 في المصارعه الحره. عنده احساس تقني مثالي، حركات، توازن، انتقالات، كل حاجه محسوبه بالملي. يعني لما دخل في عالم مصارعه المحترفين كان جاهز فنيا بنسبه 100%، وعرف يحول مهاراته الاولمبيه دي لاداء ترفيهي واحترافي جامد جدا. اول ما ظهر في الدبليو دبليو اي سنه 99 تقريبا، بعد سنه واحده بس قدر يقدم مباريات بمستوى المين ايفنتر، وتقريبا مفيش مصارع في التاريخ قدر يتطور بالسرعه دي. كيرت انجل قدر يلعب اي نوع ماتشات، مفيش نوع ما نجحش فيه. عنده قوة بدنية ولياقة عالية جدا، رغم ان اصاباته كتير خصوصا في الرقبة اللي انكسرت عنده مرتين تقريبا، ولكن كان بيستمر ويقدم مستوى خرافي. ماتشاته في التي ان ايه بتتكلم لوحدها يا جدعان، وفي ناس كتير بتعتبر كيرت انجل اعظم مصارع امريكي تقني في التاريخ. وبس يلا بينا على رقم 3. ويل اوزبري، التاريخ الحديث كله. الأس في بداياته من 2015 ل 2018 كان بيتصنف كمجنون الحركات الجوية، الهاي فلاينج، وعنده سرعة خارقة داخل الحلبة. بس في 2019 وطالع حصل التحول الكبير، بقى مصارع متكامل يجمع لك بين الهاي فلاينج والقوة والسرد القصصي والتكنيك
العالي والسرعة والدقة الخارقة علشان يكون اكتر مصارع عنده مباريات 5 نجوم في تاريخ المصارعة. تقريبا حاجة و40 مباراة كده 5 نجوم و6 نجوم والكلام ده كله. ومن 2019 لحد دلوقتي هو ما نزلش عن التوب 3 عالميا في تقييمات الاداء. عنده سرعة تنفيذ مش طبيعية، مفيش غلطات، مفيش تردد، كل حركة محسوبة بالملي، حركات غريبة وصعبة جدا، فينيشات تموت حرفيا. ده بالنسبة لي اخطر فينيش في المصارعة حاليا، وهو مش مجرد مصارع خفيف كده وخلاص، لا، اوزبري قوي جدا. وغير ده كله كمان يحكي لك قصة في الماتش، هو بجد يستحق المركز ده. ويلا بينا بقى على رقم 2، الاتش بي كي، مستر ريسلمانيا شون مايكلز. ومستر ريسلمانيا مش من فراغ، اول ما تشوف مايكلز في الحلبة فانت بتشوف سلاسة وفن وابداع، سواء هاي فلاينج او حركات ارضية. عنده دقة عالية جدا، وكل حركة عنده محسوبة بالملي، والسرد القصصي عنده خطير جدا. دراما فعلية بالذات في ماتشاته ضد تريبل اتش والاندرتيكر، ولا ماتش ضد بريت هارت في اول مباراة اريون مان في التاريخ. وغير كده عنده تنوع في الحركات، حركات هاي فلاينج هتلاقي، اي نوع هتلاقي، وعنده مرونة عالية. ويا سلام على السويتش ميوزك بتاعته بتطربني، والسيلينج بتاعه خرافي. شون مايكلز مش بس مصارع، ده ايقونة الاداء داخل الحلبة. هو يستحق لقب افضل مؤدي في تاريخ المصارعة، ورقم 1 كذلك، لانه الاسطورة بريت هارت. بريت هارت اعظم مصارع تكنيكال في تاريخ المصارعه، دي بدايه فتح كلام كده. الراجل ده سابق عصره بكتير قوي، هو فنان ومبدع وعنده خبره مش عند اي حد، تقني عالي جدا. اصغر تفصيله في الماتش بريت هارت لازم ياخد باله منها. والستوري تيلينج برضه واحد من افضل الناس اللي بتحكي لك قصه داخل الماتش، وده بيخلي الجمهور يعيش معاه كل ثانيه. وعلى الرغم انه مش هاي فلاير زي شون مايكلز، الا انه عنده تنوع هائل، سلاسه وتكنيك وقوه ولياقه خارقه. بيلعب ماتشات طويله جدا بنفس الجوده. وانا ما عنديش كلام كتير اقوله على بريت هارت، لان باختصار ما شفتلوش كتير. الراجل اعتزل قبل ما اتولد، صباح الفل، بس سمعته سابقاه. بريت هارت هيفضل دايما الافضل بالنسبه لناس كتير. وقول لي رايك، هل شايف بريت هارت افضل ولا شون مايكل ولا حد تاني خالص؟ قول لي في الكومنتات. وانا برضو مش خارق، ممكن اكون نسيت حد عادي جدا. وقول لي التوب 3 بالنسبه لك ايه. ما تنساش تصلي على النبي وادعي لاخواتنا في السودان وفلسطين واليمن وجميع البلاد العربيه ان ربنا يفرج كربهم وينصرهم. وما تنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس واستنى منه كل جديد. سلام.